الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. نرحب ببيان علماء الشام، وإن كانوا الجماعة هذه من الفئة السلفية بين قوسين، ونعد هذه الخطوة خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، لكنه يا جماعة جاء متأخرا جدا بعد سنوات من الصمت، في وقت كانت الأمة تدفع الثمن وتستنزف عقول شبابها، ويترك المجال لهذا الغر ليعبث بهم دون موقف حازم. أين كان صوت الحق يوم اشتعلت الفتنة؟ السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: لماذا صمت الجميع طوال تلك السنوات؟ لقد كان من أوجب الواجبات شرعا وعقلا التطويق المبكر لهذا النهج الخطير، والتحذير المبكر منه، منذ بذرته الأولى في بداياته، قبل أن تتسع هذه الفتنة وتكبر أكثر، وقبل أن تتطور هذه الخلافات إلى أن نصل إلى هذه المباهلات والملاعنة، لتصل إلى مهزلة المباهلات والخصومات العلنية على رؤوس الأشهاد. مرت سنوات والجميع من هذه الجماعة يتفرج على موجة عارمة من الغلو والتكفير والتبديع والتفسيق لأعلام الأمة. جرأت أدعياء العلم على التطاول على قامات ورموز الإسلام، فضلا عن التوسع الجائر على في تضليل أئمة الأشاعرة والأشاعرة وعموم أهل القبلة، وتجريد الأشاعرة من أهل السنة والجماعة بكل جرأة. كيف تركت هذه الميادين مفتوحة؟ ولا زالت هي مفتوحة. وأشد ما يبعث على الشكاية والمرارة هو ما حدث في الواقع. هذا الحدادي محمد شمس كان يتردد على دمشق جهارا نهارا السنة الماضية، أو قبل أقل من السنة الماضية، يعقد المجالس العامة والخاصة ويحدث الشباب ويمنح الإجازات الحديثية والإجازات العلمية، ويتوسع في بث هذه الأفكار الخبيثة وتجذيرها. كل ذلك كان يحدث تحت أبصار أصحاب العلم والوجاهة والدعوة، هؤلاء الذين أفتوا الآن وتحدثوا عن هذه المباهلة. فأي عذر كان يبرر هذا الصمت؟ ولماذا أرخيت له ولأمثاله الحبال ليتمددوا؟ وكيف يترك الشباب الغر فريسة سهلة لهذا الخطاب المتطرف المتشدد دون صدور موقف علمي حازم شجاع وحاسم يضع النقاط على الحروف ويفند هذه المغالطات في حينها؟ اليوم نتجرع ضريبة هذا الصمت وضريبة هذا التأخير. سكوت أهل العلم، سكوت أهل الدعوة عن الأخطاء الجسيمة يقرأ عند العامة والشباب على أنه إقرار وموافقة، وهو ما فتح الباب على مصراعيه لانتشار هذا الفكر السرطاني، حتى تحول الخلل إلى فتنة عامة عصفت ببيوت وقلوب الكثيرين. فصار احتوائها اليوم يحتاج إلى جهود مضاعفة. والله لا أطرح هذه العتابات ولن أرد على السلفية المعاصرة، لا والله لن أرد عليها إلا لتصحيح المسار
حتى لا نكرر وتكرر تلك الخطيئة مع انحرافات أخرى ويستغلها هؤلاء الأوغاد. نسأل الله العظيم أن يوفق الجميع للحق والصدق، وأن يجمع كلمة أهل السنة والجماعة على العلم والعدل والإنصاف، وأن يعصم أمتنا وشبابنا من الغلو والفتن ما ظهر منها وما بطن. والسلام عليكم ورحمة الله.